سوف أسافر غدا. سوف يعني نقول I will. أسافر يعني travel. غدا يعني tomorrow. I will travel tomorrow. كذلك يمكننا أن نقول I am or am going to travel tomorrow. كذلك يمكننا أن نقول I am traveling tomorrow. كل من الجمل يمكنها استعمال يعني التعبير عن هذه الفكرة، لكن فهناك فرق ما بين الجمل التالية. فعندما نستعمل will فهذا القرار يعني يكون قرار آني فجائي أو غير متأكدين من فعل هذا القرار. أما بالنسبة عندما نستعمل I'm going to يعني العبارة التالية فيكون القرار يعني سبق وقررنا، سبق وأردنا يعني فعل هذا القرار ونكون متأكدين من فعله. أما بالنسبة للمثال الأخير سوف أضيف شيئا ما I'm traveling tomorrow at 6 o'clock a.m. فبالنسبة لاستعمال ال present continuous للحديث يعني عن المستقبل فهنا يعني يكون قد رتبنا وقررنا، نرتب يعني المكان والزمان إلى غير ذلك.